هذا المشروع ده كله صار على البيع. طلعهم 3 4 والباقي كله لسه تحت. Evet, Gaziantep Kalesi'nin halini görüyorsunuz. Depremin nasıl vurduğunu, depremin nelere mal olduğunu görüyorsunuz Gaziantep Kalesi'ni. İlk kez bu kadar deprem oldu, bu kadar sallantı oldu. İlk kez Gaziantep Kalesi yıkıldı. Görüyoruz felaketin çerçevesini. Assalamu alaikum ve rahmetullah. توفي مئات الأشخاص في كل من تركيا وسوريا جراء زلزال قوي ضرب البلدين ودولا أخرى في المنطقة فجر الاثنين، وتسبب في انهيار مئات من المنازل والمنشآت السكنية. وقال نائب الرئيس التركي إن الزلزال خلف 284 قتيلا و2323 مصابا في حصيلة أولية، فضلا عن انهيار أكثر من 1000 مبنى في الأراضي التركية. وذكرت مصادر في الشمال السوري الخاضع لسيطرة المعارضة أن الزلزال أدى إلى نحو 50 حالة وفاة على الأقل في مدينة الأتارب بريف حلب، بينما تشير التقديرات لوجود مئات الضحايا في عموم مناطق شمال غربي سوريا. وأعلنت وزارة الصحة السورية عن وفاة 237 شخصا وإصابة 639 آخرين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة، وبلغت شدته 7.8 درجة على مقياس ريختر. وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد إن الزلزال المدمر تبعه 66 هزة ارتدادية حتى الآن ضربت جنوب تركيا. وأعلن الدفاع المدني السوري شمال غربي سوريا منطقة منكوبة بالكامل، مؤكدا وجود صعوبة في تغطية الاحتياجات نظرا لنقص الإمكانات. ودعا الدفاع المدني السوري المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء هذه الكارثة المفجعة واتخاذ إجراءات طارئة تحول دون تفاقم الوضع وتدعم إنقاذ المدنيين في سوريا. وقال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالا قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر هز وسط وجنوب تركيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين. وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات. وجاءت جل الوفيات بتركيا في مدن شانلي أورفا، غازي عنتاب، عثمانية وهاتاي بالجنوب. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه وجه جميع الجهات المختصة بتكثيف العمل لمساعدة متضرري الزلزال. فيما قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن الزلزال أثر على هاتاي أيضا، مضيفا أنه وجه فرق الإنقاذ من كل المحافظات للذهاب إلى مناطق الزلزال. وأضاف أنه جرى رفع حالة التأهب إلى المستوى الرابع الذي يشمل طلب المساعدة الدولي. وكانت تأثرت دول المنطقة لا سيما لبنان، سوريا، فلسطين، العراق ومصر بالزلزال. استسجلت هزات أرضية وصلت إلى 6 درجات على مقياس ريختر في سوريا. وبدورها نشرت وسائل إعلام سورية مشاهد من الدمار الذي لحق ببنايات سكنية في حلب، إدلب، حماة وريف دمشق. وقالت وكالة الأنباء السورية سانا إن الزلزال هو الأعنف منذ عقود. وبحسب وسائل إعلام فإن الزلزال وصل أيضا إلى قبرص، اليونان، الأردن وجورجيا.